السلام عليكم. في الجزء الثالث من قصتي مع كتاب شمس المعارف الكبرى. فيما كنت كنسولها على باها ولا على شي حاجه من هذا الشيء كانت كتقلب لي الهضره. بقينا شي ساعه وفيما كنسولهم شنو كتسناو كانوا كيبانوا معصبين. الهضره اللي كتعاود صبر بلا قوه الاسئله، هادشي راه كامل عليك. في الاول انا هادشي اللي كان كيحسب لي، ولكن كنت عارف الحقيقه كون تكيتهم من النهار اللي عرفتهم فيه. شويه هو يجي واحد خونا طوموبيل كبيره مرسيدس 207 نزل من الطوموبيل، السيد داير كي البغل طويل ومفورمي، من الشوفه عرفتو جبلي عايش غير في تماره والنعاس. هبطت من الطوموبيل تميت غادي عندهم، شافني قال لهم واش هو هذا، حنزلت فيه وطلع عايط. انا كنت لابس واحد النايك بيضه في رجلي دايره 1200 درهم. غير شافها عيني تفتحوا قال لي الا متي غادي ناخذ ديك السبرديله. تما الركابي ما بقاوش عندي. علاش اسيدي ربي؟ هادشي كامل اللي عشو في الاخير طحت في ناس بحال هادو. رجعت بحالي للطوموبيل، سولت ساره شكون هذا، قالت لي ما كنعرفوش. شويه قالت لي صاحب الوالد. رجعوا القرع ويوسف للطوموبيل وفرحانين كيضحكوا. انا وصلت لواحد اللحظه بديت كنحس براسي هادشي غير تمثيليه طالعه عليا. بقينا تابعين ديك الدوسونسات والطريق طوالت والليل وانا عييت. شويه داتني عيني، ما ضربتني الفيقه حتى لقيت يوسف كيفيقني. اشرف نوضرا وصلنا، نط بالزربه كان خاصني نعرف راسي فين انا. نزلت لقيت واحد البرد بشكل، واحد الصوت ديال نبيح الكلاب والدنيا كامله شجر. شنو جابنا لهاد الخلا؟ انا في الاول منين قالوا غادي نسافروا كان يسحب لي غادي نمشيو لعند شي فقيه ولا ضريح بحال ديال بويا عمر، صدقوا جايين بيا للباديه. حطيت رجلي وحلفت ما نرجع للور، ما بقى لي ما نخسر. شنو باقي اكثر من هادشي؟ غير الموت احسن من هاد العذاب كامل. يلا راه مزروبين، قالها يوسف بواحد الطريقه بحال اللي هو اللي غادي يتفك من هادشي اللي انا فيه. تبعتو دخلنا لواحد الدار، اقصى منظر في حياتي شفتو. 21 واحد اللي ساكنين تما حالتهم كتبكي، دراري صغار بالحفا وموسخين، بنادم كبير وجهه بحال دفتر الوسخ. من الملامح ديالو كتعرفو مدوز ومعاود. قلت السلام عليكم، حتى واحد ما جاوبني. ما باليش القرع وبنتو، ما عرفتش فين نجلس وكلشي كيشوف فيا. بغيت نجلس حدا واحد السيده كبيره غوتات عليا، سير دخل عندهم للبيت. ما بغيتش نجاوبها، اصلا ماشي وقت الصداع. مشيت حيدت السبرديله وفتحت الباب ديال البيت. الباب كيخلع بحال هذوك الابواب ديال الاكواخ اللي كنشوفو في الافلام. فتحته وانا نتصدم. الدنيا دارت بيا ديك اللحظه واخا غير 5 ديال الثواني من داكشي اللي شفت، ولكن ما بغاتش تحيد من بالي. باقي عاقل، الضو ديال البيت مشعول، ساره عريانه والقرع معاها. شنو هادشي؟ سمعت غير الشهقه ديال ساره وشديت الباب بالزربه. يوسف عييت نغوت ما جاوبنيش. درت لعند الجمهور د عباد الله اللي كيتفرجوا كنسولهم فين حنا، شنو سميت هاد البلاصه. ما جاوبني حتى واحد من غير السيده الكبيره غوتات عاوتاني سيروا بحالكم عطيونا باتساع. وبدات كتغوت والعداو. انا ما عرفت ما ندير في ديك اللحظه، واش نهرب واش ندخل على دوك الجوج. تصور راسك في هاد الموقف. يوسف وداك خونا مول الطوموبيل غير سمعوا الغوات جاو. مالكم شنو واقع؟ بقيت كنقول ليه واش هادي اللي داخل بنتو ولا شنو. طوت عليا وقال لي ماشي شغلنا، حنا جينا على غرضنا غادي نقضيوه ونمشيو بحالنا. انا عرفت راسي حاصل في هاد الخلا، ما عندي لا نهرب لا ندير نرجع لدارنا. هما اصلا كانوا باغيني هاك. ما خليت ما دوزت. في الاخير 4 ديال الولاد غادي يلعبوا عليا العشرة. قلت لي يلا سيدي فرجنا في هاد الغرض نمشيو بحالنا. القرع سمع الغوات خرجوا بحال اللي ما كاين والو. جرني وعنقني، حيدت ليه يدو، قال لي راه عارفينك وحاسين بيك اشرف، ولكن حنا بغينا نعاونوك. انت خاصك تصبر شويه وتسمع الهضره، راه هادشي كامل عليك. هو كيهضر وانا ما كرهتش نبزق ليه في وجهه. بردت شويه ودخلني للبيت وبقى كيهضر معايا. لقيت بنته جالسه كتلعب في البورطابل وناضت عندي قالت لي صورني. كنت غنخسر معاها الهضره، ولكن قلت غنزيد نرونها. وجبدت التليفون وعيطت للوالده. لقيتها مخلوعه وكتبكي. قطعات مسكينه الصلاه من شافت الرقم ديالي. بقات كتقول لي شي هضره ما بغيتش نتفكرها في هذه اللحظه. حبست الدموع باش ما نبانش ضعيف حداهم. خليتها كدعي معايا وقطعت وقلت لها غدا نعاود نعيط لك. وعد مني يا امتي. تما دخل عندنا يوسف وقال لي يلا غنمشيو باش نبداو. قلت لي شنو غادي نبداو؟ قال لي واه حنا بدينا عاوتاني في قوه الاسئله. سكت حنيت راسي ونط. لقيت بنت القرع كتشوف فيا بحال اللي كتقول لي لا ما تمشيش معاهم. حنزلت فيها حيت ما كنتش حاملها في ديك اللحظه، وخرجنا في واحد المنظر رهيب. دوك الدراري الصغار كلشي خايف وكيشوف فينا.
انا في ديك اللقطه كنت في واحد النقطه ديال لا عوده، صافي الطريق مورايا مشدوده ما عندي فين نرجع. بقيت كنقول كيفاش زعما هاد الناس على كتاب غادي يديروا معايا هاد الشيء كامل، ولكن الحقيقه كانت اكبر من هاد الشيء. خرجنا من الدار غير البرد والظلام، زدنا للطوموبيل ديال داك خونا هرقل، فتحها وانا نسمع الصداع لداخل. طليت هو يبان لي قفص، ما كاينش الضو، ما عرفتش شنو فيه. حققت مزيان وانا كنشوف كلب كبير وماشي طبيعي في الشكل ديالو. جا يوسف قال لي هذاك راه ديب ماشي كلب. كيفاش؟ القلب ديالي كان غادي يسكت، انا الكلاب وكنخاف منهم وهذا مربي ديب. طلع الفارغونيت وفتح القفص وخرجوا. واحد المنظر بحال ديال الانسان البدائي، رابطو بالسلاس، داير ليه كمامه وخونا قد الجبل، شاد داك الديب كيبان بحال شي طريف في يدو. عرفت القضيه كبرات وبلي صافي هذه الاخرى ليا. قال لي طلع وجاب واحد الصندوق، هزيت الصندوق وبغيت نهز واحد الخنشه، قال لي لا ما تقربهاش. طلع يوسف وهز ديك الخنشه. القرع كان هو الشاف الكبير، غير كيعطي الاوامر وحنا علينا ننفذوا اي حاجه قالها. فتح الكوفر ديال الطوموبيل ديالو وجاب حتى هو صندوق وبيل ديال الضو كبير وقال لنا يلا. يوسف دار لعندي قال لي مستعد؟ قلت له قال لي يلا مشينا على بركه الله. ديك اللحظه القرع دار وشاف يوسف تعصب عليه وقال له ما باقيش تعاودها. بقى كيقول شي كلام ما نقدرش نقولو. بقوه الفضول اللي فيا ما قدرتش نبقى صابر على شنو اللي في الصندوق. مع الظلام وغاديين غير في الغابه غفلتهم وفتحت الصندوق، لقيت فيه شي مسحوق في شكل، شميتو لقيتو غير رماد. اش غادي نديرو بهذا الرماد كامل؟ بقيت زايد وحابس البوله قوه الخلعه. ماشي افلام الرعب هادو، هذا الواقع حبيبي. تصور راسك غادي هاز الصندوق ديال الرماد وغادي حداك ديب رابطو واحد بادر هاري كيبان قدامه بحال القرد في وسط غابه ما عرفها حتى واحد فين جات في الخريطه. الليل والظلام ومع 3 د الرجال ما كتعرف عليهم والو، يقتلوك ويدفنوك ويبقاو يجيو يترحموا عليك وحتى واحد ما يسيق لك الاخبار. واخا تكون سيد الرجال وحق الله تتسمح في كل شيء وتهرب. هكاك كنت مثبت وكنلاحظ اي حاجه، وحتى الديب مره كنقيسو واخا كيبقى يغزل سنانو عليا. مشينا تقريبا شي ساعتين، عييت والصندوق ثقيل والطريق قاصحه وسكات، حتى واحد ما كان قادر يهضر. اصلا كانوا مخلوعين اكثر مني حيت هما اللي عارفين شنو تابعنا. قلت لهم نجلسوا ارتاحوا. هضر معايا القرع بشويه وقال لي احنا قربنا نوصلوا. بغيت نشوف شحال في الساعه في البورطابل، لقيتو طافي. شويه حبسوا طفاو الضو، بقاو كيوشوشوا. قالنا القرع حطوا داكشي من يديكم وجلسوا. جلسنا ولكن الديب كان ساكت. شويه ناض كيغوت. تخلعت انا في ديك اللحظه وبقيت خايف غير عندك يفلت لي من يدو، والديب كيغوت والقرع كيغوت. واحد المنظر بالقدر اللي كيخلع بالقدر اللي هو درامي. انا ما بقيت عارف باش بلاني ربي، غير جالس وفاتح فمي في داكشي اللي قدامي. القرع كيغوت وكيهضر بواحد التلخبيط في شكل حاجه اللي فهمت هو راه فاهم وحافظ اي كلمه كيقولها. في واحد اللقطه سكت كلشي، واحد السكات لدرجه بقيت كنسمع الدقات ديال القلب ديالي. عمرو ما كان يسحب لي كاين هاد الدرجه ديال الخوف. حبس القرع وتم جاي قاصدني. انا بديت كنشهد واخا لساني كان كيترعد اكثر مني. منين قرب لعندي واخا الظلام شفت وجهه وعينيه كانوا غادي يخرجوا عرقان وكشكوشه خارجه من فمو. لازم لحدايا وهز الصندوق ورجع لبلاصتو. حلو بدا كينثر الرماد في الهواء وكيزيد يغوت. المنظر اللي كيخلع هو الرماد ما كانش كيطيح في الارض، بحال اللي كان كيسفو شي واحد في السماء. كنشوف حدايا كنلقى يوسف ومول الديب مخلوعين اكثر مني، هما اللي كانوا عارفين شنو تابعهم. في الاول ما كنت فاهم والو، ولكن حسيت باللي هاد الشيء كامل ماشي عليا انا. واحد شويه الديب سكت وتكمش. اول مره كنشوف بحال هاد المنظر. رجع بحال شي قط صغير. دار القرع لعند يوسف وقال ليه ها هو جا. يوسف ناض وقف من بلاصتو وقال ليه واش. ديك الكلمه اللي قال ما عقلتش عليها ولكن طويله وفي شكل. شفت وجهه تبدل، شاف فيا وبغى يبكي. انا عقلي كان كيقول لي حاجه وحده، هرب راك غتموت هنا. شويه حسيت بشي حاجه دازت من حدا راسي، ما قدرتش ندور نشوف. ناض خونا وجر معاه الديب ومشى. منين دورت وجهي لقيتو هاز موس، من بعد عرفتو خنجر. شافو القرع كان غادي يطير بالفرحه، بقى كيغوت بديك اللغه بحال الروسيه وقال لي نوضو كيغوت. انا نضت ومشيت عنده. دوك 5 الخطوات اللي زدتهم كانوا اطول خطوات في حياتي. وقفت حداه عنقني وبقى كيقرا عليا داك الكلام ديالو. مشى كيجري للصندوق وجبت شي حاجه وعطاها لي في يدي. انا مع الظلام والخلعه ما عرفتش شنو داك الشيء، ولكن بان لي كحلو فيه واحد الريحه بحال شي فارم ميت. حققت فيه وانا نرميه وبقيت كنغوت. يد بنادم اخوتي، يد بنادم اخوتي وحق الله المعبود. يد ديال انسان مقطعه. في ديك اللحظه بقى كيبان لي غير نجري حتى نوصل عند ميمتي. هزها القرع وبدا كيغوت وحطها لي في يدي وقال لي دير اللي غنقول لك. الركابي ما كانوش عندي باش نوقف. حط لي اليد في يدي والخنجر في اليد الاخرى.
قال لي دير الخنجر في يد. انا بقيت غا كنخربق وكل مره كيطيح لي داكشي من يدي. ما عرفتش واش داكشي اللي كيطيح حدايا في الارض دموع ولا عرق. حتى حطيت الخنجر في اليد وجمعت عليه السبعين وبقيت كنشبرهم في يدي وربي اللي عالم بيا. دار واحد الدائره في الارض وقال لي اللي غادي نقول لك ديرو وبلا ما تهضر بلا ما تقول شي حرف. قال لي شد داكشي بيديك الشمال وبقى كيغوت وكيقول لي كتب الفاتحه بالمقلوب. قلت له ما غنعرفش. حط لي ورقه قدامي وقال لي نقل. ديك الورقه كانت مكتوبه فيها سوره الفاتحه. انا بديتها من الحرف الاخير وانا راجع حرف حرف. حسيت براسي كندير شي حاجه خايبه. غير تصور راسك كتكتب في التراب بيد ديال بنادم في وسط منها خنجر ما عرفتيه منين جاي وشنو كتكتب. سوره قرانيه بالمقلوب. العقل اللي يخمم مبقاش عندي في ديك اللحظه. مشات القرايه مشات الدين حياتي حتى هي كنحس بها مشات. ساليت ووقفت ورميت داكشي من يدي ودرت نشوف في يوسف وصاحبو ما لقيتهمش. درت حدايا لقيتهم كيحفروا في البلاصه اللي كنت كنكتب فيها. القرع ما عرفتو فين مشى. انا كنت صافي ما بقى لي فين نزيد. النفسيه ديالي تحطمت. مشيت جلست حدا الديب وكنت باغي نبدا نبكي ولكن على شنو. بقيت كنشوف في الديب وكنقول شكون اللي قال القصه اللي بدات بسباديله مقطعه وصلت بيا لهذا الشيء كلشي. دورت وجهي لقيت الكلاب 3 بهم كيحفروا. كلاب كيحفروا بحال الزومبي. حنيت راسي وغمضت عيني حتى سمعت الغوات وبداو كيعنقوا في بعضهم. جبدوا صندوق كبير. فهمتوا دابا شنو كان واقع. برافو. جبدوا كنز. حتى انا كان كيسحاب لي الكنوز حتى هما كذوب بحال هادشي اللي عشتو. اكتشفت الصندوق وفهمت كلشي. وقفت حداهم وبقيت كنشوف. الحاجه الوحيده اللي طاحت في بالي هي نسركهم كاملين وندفنهم في ديك الحفره. كي غادي ندير هما 3 والدين وغير واحد فيهم بوحدو فيه 10. حطوا الصندوق وبداو كيمسحوا فيه وفي واحد الجو ديال الهستيريا بحال اللي لقاو الدواء ديال الموت. اول حاجه جرني القرع فرحان بغى يعنقني دفاتو. شد القفل وقال لي بزق عليه. تما عرفت باللي كلشي في يدي. انا الا ما بغيتش غادي نخسر لهم البلان كامل. قلت له لا ما غندير والو حتى تقولوا لي شنو واقع هنا. بقى كيغوت. ماشي وقت الشرح هذا. دير اللي قلت لك. في ديك اللحظه كنت كندور في جنابي كنشوف ان طريق غادي نشد الا بديت تجري. شفت راسي حاصل وما بقى لي حتى حل من غير نمشي معاهم في الخطه ديالهم. وقفت حدا الصندوق وبقيت كنتسنى القرع يقول لي شنو ندير. الصندوق واخا كان موسخ وكامل تراب ولكن كان باين في وسط منه كنز غير من الزواق والنحاس اللي كان فيه على برا. قال لي بزق على القفل بالزربه ما بقاش الوقت. شديت القفل في يدي واول حاجه لاحظتها هي باللي ما فيهش حتى شي بلاصه السوارت. بزقت عليه 2 مرات وما وقع والو. قال لي صافي حبس ونوض بحالك. انا في ديك اللحظه عاد حسيت باللي غنبدا في المعقول وباللي هادشي غير تسخينات. رجعت اللور. جا يوسف بغا يفتح الصندوق ما خلاش القرع وقال ليه ما تقيسوش ماشي هنا. بقيت واقف ما فاهم والو. جمعوه هما داكشي كامل وقالوا لي زيد بحالنا. فين نفس الجواب بلا ما تسول. القرع ويوسف كانوا هازين الصندوق وحاطين فوق منه 2 صنادق اخرين. وخي الضخم كان هاز الخنشه على كتافو وجار الديب. مشينا تقريبا شي نص ساعه حتى وصلنا لواحد البلاصه نحلف عليها عمر بنادم ما وصل ليها. وقفنا وبقى يوسف كيتصنت شويه. حنا للارض وحيد واحد الغطاء ما كنتش شايفه اصلا. طل فيه وضوى بالبيني. عرفتو بانه بير في وسط هاد الخلا. الديب اللي كان في اليد ديال خيي في ديك اللحظه بدا كيغوت ومولا كيحاول يسكتو. طليت انا في البير وبان لي غارق بزاف. حيد حوايجك. سمعت هاد الجمله وما عرفتش شكون قالها. درت عند القرع وقلت لي واش معايا. قال لي معاك. حرشت معاه الهضره. قلت لي كيفاش عاوتاني حيد حوايجك. نقز يوسف وقبل ما يهضر قلبت فيه وقلت لي دخل سوق راسك. القرع بدا كيرطب معايا الهضره وقال لي راه ما يمكنش تهبط بحوايجك. بلاتي كيفاش نهبط؟ واش باغيين تهبطوني للبير؟ مالكم سطين؟ ما لقيت كي ندير نوصف لكم داكشي اللي حسيت به ديك الساعه حيت المنطقه ديال الشعور في المخ كانت ما عندها فين تزيد. النفس وليت كنطلعها بالعذاب. قال لي باللي ما عندي حتى خيار من غير هذا وباللي الا تراجعت في هذه اللحظه عمري لا عاودت شفت الضوء. واش في هاد 20 عام اللي عشت درت شي حاجه خايبه في حياتي اللي نتعذب هكا؟ درت شفت يوسف جاي وهز مع سلوم ديال الخشب. كنت مخلوع مخلوع ولكن هاد الناس كيديروا شي حوايج راسي كيبغي ينفجر باش يفهمهم. حطو حدانا وقال القرع اصاحبي نسيت فين حطيتو. هادشي كانوا موجدين ليه شحال هادي والبلان معدل وكان داير عليا من الاول. قلت لي غادي نحيد حوايجي ولكن ماشي كلشي. عيا يهضر معايا ولكن لقاني راسي قاصح. في الاخير قال لي انا درت اللي عليا وانت دبر راسك.
حيدت حوايجي وكان الموت ديال البرد، بقيت كنحس براسي بحال شي بطريق في الثلج. مشى القرع للصنادق وجاب الخنشه وحطها حدايا، عيط لجوج اخرين يشدوا معاه. الضخم سيدي ربي عطاه القلده ولكن حرمه من العقل، سمح في الديب ما مربوطش وجاي يشد معاهم. دار فيه القرع وقال لي سير ربط داك المصيبه، رجع يربطوه وهو يهرب ليه. واحد المنظر ضحكت عليه بحال اللي غادي نضحك اخر مره في حياتي. الديب قدو قداش وغادي يهارب من واحد قد هرقل، تصور راسك عريان وغادي تنزل للبير كتضحك على هادشي. اصلا الفريخ كان بدا كيطير، الديب كانوا متقلين عليه السناسل وشبروا قبل ما يعطي رجلو الريح وربطوه في الشجره ورجع كيلهث. القرع كان شاعل البيل والضو دار في عيني، جبت شي حاجه ولكن ما شفتهاش، دار لعندي وكنت اول مره ما كنتخلعش في ديك الليله. شنو جبد حنش كحل وهزو بحال اللي هاز فلوس، ما خايف ما والو، كيضحك. انا شفت فيه وكنقول شنو عاوتاني باقي شي حاجه اكثر من هكا، غير جبد ما عندك. شاف فيا وقال لي زوين ياك، قال لي كيفاش ربكم يخلق شي حاجه زوينه بحال هادي ويزرع فيها الشر، كيفاش ربكم يخلق لكم بحال هاد المخلوقات باش تاذيكم، هذا هو ربكم الرؤوف الرحيم. مشى للخنشه وجبد اليد اللي مطا، انا شفتها قلبي بغى يسكت عاوتاني. شاف فيها وقال هادي شنو باقا كدير هنا، رماها للديب في واحد المنظر عمري ننساه، فكرني في داك الناس وولاد كيليميني اللي كيمشيو لازرو وكيبقاو يرميو الكاوكاو للقرود. جبد واحد الحفنه ديال السنان من جيبو وقال لي دير هادو في فمك. شديتهم بقيت كنحقق فيهم، هادو سنان بنادم، كيفاش بغيتيني نديرهم في فمي؟ اول حاجه طاحت في بالي هما باللي هاد السنان هما نيس ديال موليد. خشيتهم في فمي وبقيت كنتسنى شنو يقول لي. شد وعطاني الخنجر في يدي وشد قبالتي الحنش، كان طرف في جهه وقال لي ذبحوه من هنا. انا تصدمت، شفت فيه وفمي عامر ودرت ليه لا براسي. ناض كيغوت قال لي راه خاصك تذبحو وتشرب الدم اللي غادي نجيب لك انا سبع. انا سمعت خاصني تشرب الدم، صافي تسالى لي الصبر، حيد داكشي من فمي وجلست كنبكي. ما عرفتش واش سيدي ربي اللي عطاني الصبر هاد السيمانه باش ما نحماقش ولا انا صبار. عرفت الدموع ما غادي ينفعوني في والو في هاد اللحظه، ولكن هما الحاجه الوحيده اللي كانوا يقدروا يعاونوني في ديك اللحظه. جا يوسف كيهدأ فيا وكيصبرني، بقى كيهضر بزاف ما كنت كنسمع والو، عييت نسمع. انا خاصني نرجع للدار، ما بقيت باغي نسمع والو، بحال الواحد بقى لي نتبع هادشي، نموت ولا نعيش. من كيبتليك الله تعالى في هاد الدنيا كتولي متبع اي خرافه، اي طبيب، اي لمحه امل. تقدر تكون عارف بنادم كيكذب عليك ولكن كتيقو حيت كتكون مشعبط باي حاجه تقدر تفكك من داكشي اللي انت حاصل فيه. وقفت ومسحت الدموع شفت فيه وقلت ليه شد نوريك. شاف فيا واحد الشوفات في شكل بحال اللي كيقول هادشي كامل وباقي قادر تهضر. رجعت السنان لفمي ما بقاش كيهمني واش ديال بنادم ولا ديال ديناصور. شديت الخنجر بيدي ديال اليمين، قال لي لا شدها بالشمال. دوزت على الحنش دوزه وحده، راسو بقى في جهه وشتي الاخر في جهه. تحت فمي وبقى الدم كيطرش في وجهي كامل. غمضت عيني ما قدرتش نفتحهم، وجهي كان بارد والدم سخون، وقرع كيغوت وكيقول لي بلع. بغيت نقول لكم المذاق ولكن عمري ما غادي نعرف نوصفه. حسيت بالدم، حبست وانا نفتح عيني، لقيت القرع شاد الكسده ديال الحنش وكيلهث، ويوسف ومول الديب فاتحين فمهم فيا. اي واحد كان غيكون في بلاصتهم اول حاجه غيقول في بالو هي هاد البرهوش كيفاش بقى صابر لهاد الشيء كامل. لاحت الحنش في البير وجلسني ووقف حدايا، حط يدي على راسي وبقى كيقرا عليا وكيبكي. ما فهمت والو ولكن حسيت بداكشي اللي كان كيقول. وقفني وقال لي حل فمك، بزق فيه وقال لي خرج دوك السنان من فمك، وحطيتهم ليه في يدو، شدهم ولاحهم في البير. بقيت واقف مغمض عيني، تسنيت نسمع الصوت في الماء وما سمعت والو. درت شفت يوسف ومول الديب لقيتهم هازين السلم، جاو وحطوه حدايا. ضوا يوسف البيل وقال لي شفتي دوك جوج حديدات؟ شفتهم، وحده غتحط عليها رجليك ووحده غتشبر فيها بيديك. سولتو ياك غطلعوني بالزربه، ما جاوبنيش وناض شد السلوم وهبطو في البير. شاف فيا القرع وقال لي شوف فين كتحط رجليك، عاد نزل. مع اول درجه حطيت فيها رجلي عرفت راسي ما غنخرجش. كل خطوه كنت كنهبط كنت كنشوف الملامح ديالهم مزيرين. ما عرفتش واش حيت السلوم ثقيل ولا من شي حاجه اخرى. حطيت رجلي وشبرت بيدي، طلع عليا القرع وقال لي هو هذاك مزيان. ما كنتش قادر نهضر، غير حركت راسي، غمضت عيني وما كنتش قادر نفتحهم. بقيت كنسمعهم كيجمعوا الصنادق. شويه الصوت بدا كيبعد، بديت كنت كنغوت وكنسمع الصوت ديال الزطامي ديالهم كيبعد، والديب كيلهث والسلاسل كيتقرقبوا. غوت وبكيت وزوقتهم ولكن منين سكت ما بقيت كنسمع والو. بعدو ومشاو، حتى اللي كتسمع هادشي.
غمض عينيك وتخيل راسك في بلاصتي. ما قدرتيش ياك، حتى انا ما قدرت نصبر. بقيت كنغوت بحال شي واحد مسعور، بكيت حتى نشفو الدموع، غوت حتى كنت كنحس بالحلق ديالي غادي ينفجر. بقيت كنتمنى الموت وما لقيتهاش، بغيت نقتل راسي وما لقيتش كيفاش. كنت كنشوف غير النجوم في السماء وكنبقى نغوت وكنسمع غير صوتي كيتعاود. كنت كنبكي وكنسمع غير الصوت ديال الماء من تحتي والصوت ديال الريح في السماء. وعمري غادي ننسى ديك اللحظه. كنت كنبكي ماشي حيت كنت خايف، حيت كنت عارف راسي غادي نموت بوحدي وحد ما غيجيب خباري. بغيت نطلق ونطيح للماء ولكن ما قدرتش. كنت كنغوت وكنسكت نبقى نبكي. ما كنتش كنفكر باللي ربي غادي يكتب لي حياه جديده. الفكره اللي كانت في راسي هي باللي داكشي اللي شربت نسموم وغادي نموت ونتدفن هنا. كنت كنطلب من الله يكون داكشي بصح مسموم. كنت باغي غير نموت ونتهنى. دوزت الليله كامله وانا كنغوت وكنبكي، حتى عليت عيني وشفت السما بدات كتضوى والصباح بدا كيطلع. في ديك اللحظه يدي كانت عيات وشدني واحد الوجع في كرشي. كنت غادي نطلق من الحديده. في واحد اللقطه بديت تقيت بحال اللي كنت واكل التراب، حتى حسيت بمصارني غادي يخرجوا. بقيت كنتنفس بالزربه، ولكن من بعد حسيت براسي بحال اللي كنت هاز الجبل وحطيته. ما كنتش قادر نزيد نغوت حيت صافي الصوت ما بقاش والبرد فرعني. بقيت مغمض عيني وكندعي وكنقول مادام كاين بير في هاد الخلافه راه السراح كيخرجوا في الصباح يسرحوا. غادي يجي شي حد يعمر الماء ويلقاني. كنسكت مره وملي كنحس بشي حاجه كنوض كنغوت. بقيت بزاف د الوقت وانا غير مغمض عيني حتى لواحد اللقطه سمعت شي صوت بعيد، صوت غادي وكيقرب بحال القران. قران، والترتيل ديالو بحال اللي في المقابر. ما تصورش كيفاش بقيت كنغوت. نخليك انت تتخيل الحيوط د البير كنت غادي نطلع فيهم. بقيت كنغوت وفرحان، حيت اصلا كون غير سمعت نبحه ديال الكلب في ديك اللحظه كنت غادي نفرح. واخا نعيان وصف ما غاديش تحسوا بالشي اللي حسيتو في ديك اللحظه. سمعت القران، سكت والصوت ديال الجري كيقرب لجيتي. تما بديت نبكي، واول مره غنعرف شنو هي دموع الفرح. ما كنتش كنحس بالدموع في وجهي حيت عيني كانوا خواو. احلى صوت سمعته في حياتي اشرف. عليت عيني ما باليش شكون، شفت غير جوج ريوس، كانت الشمس وكنت عييت. بقيت كنسمعهم كيغوتوا بسميتي، ما كنتش قادر ننطق. كنت كنتسناهم غير يطلعوني بحال شي طير كيتسنى يفتحوا ليه القفص. هبطوا لي السلوم، ما عقلتش على راسي حتى لقيتهم واقفين حدايا. ما حسيتش براسي كيفاش طلعت في السلوم. تصدمت وكنت كنضحك. كتعرفوا ديك ابتسامه الانتصار ما حيدتش من وجهي. عرفت راسي انتصرت على الموت. شادين فيا وانا مصدوم، كنسمع غير الصوت في ودني. اشرف ولدي، هذا انا، عرفتيني؟ بقيت عاقل على كل ثانيه من ديك اللحظه، حيت من داك النهار اللي خرجت فيه من البير بحال اللي خرجت من كرش امي. كانوا كيهضروا معايا وكيتبتوني. انا كنت كنشوف في الشجر، كنحس بالريح في وجهي، كنتامل في الوجوه ديالهم بحال شي اعمى اول مره غادي يشوف. واحد فيهم كان شاد لي في كتافي وكيحركني. انا معاك ولدي، صافي ما تخافش، انا جيت ولدي. شفت فيه وبقيت كنحقق. غوت مره واحده، موحه، ما حسيتش براسي حتى لقيتو معنقني. كان الصباح وانا ما لابس والو، حسيت بالدموع ديالو على صدري. ما بغيتش نطلق منه، كنت مخلوع من كل شيء حتى من راسي. درت شفت معاه واحد السيد من اجمل خلق الله، حسيت بيه بحال اللي حابس الدموع. ما كنعرفوش وعمري شفتو، بلا ما يقول حتى كلمه عنقتو بحال اللي كنعرفو شحال هادي. موحى كان فرحان اكثر مني، علا راسو للسما وبقى كيحمد الله. بقاو شادين في يدي وكيسولوني ما فيك والو، كتشوف مزيان؟ شنو وقع؟ ما كانش عندي الجهد اللي نقدر نقول شي كلمه، بقيت غير كنشوف فيهم. قالوا لي لبس حوايجك بالزربه نمشيو بحالنا. درت لقيت حوايجي محطوطين حدا الصندوق، ما فهمت والو. مشيت مزروب لقيتو الصندوق ديال الرماد، هزيت حوايجي ولبستهم، ما لقيتش السبرديله. داك الوحش والله ما رحمني، وما غاديش تجي حتى قدو، رجلو كبر من القضيه الفلسطينيه. المهم داك الفقيه اللي كان مع موحى سميتو ياسين، حيد البلغه من رجليه وعطاها لي نلبسها مسكين. انا في ديك اللحظه كان خاصني غير نشرب، بقيت كنقول لهم الماء، خاصني غير الماء. خرجت من البير فيا العطش، قالوا لي صبر تنوصلوا. داروني في الوسط والطريق كامله ما قلت حتى كلمه. كانوا غاديين بيا وكيقراو القران. الطريق ديال هاد المره ماشي هي نيت اللي جيت منها. بالزربه وصلنا للدوار وما دزناش وسط الشجر والغابه، الدنيا كامله اراضي فلاحيه. وصلنا للدخله ديال واحد الدوار عرفتو ماشي هو نيت اللي كنت فيه مع القرع وصاحبه. درت لعند موحى واول حاجه نطقت بها فين حنا.
قال لي ما تهضرش. ملي وصلنا لوسط الدوار لقينا جمهور د عباد الله، كنت مصدوم وزادوا صدموني. كلشي كيشوف فيا، بقيت كنسمع غير ها هما لقاوه، ها هو جا. واش هو هذا؟ عرفت الهضره كامله دايره عليا. تلاقاو ساعة